لو لسه ما تعرفش مدى تحمل النخيل للملوحه يبقى لازم تكمل الفيديو ده معايا للاخر. قبل ما اقول لك واعرفك النخيل بيتحمل ملوحه لحد كام جزء من المليون، لازم اقول لك واعرفك ايه هي الملوحه، والملوحه دي بتاثر ازاي على التربه وعلى النبات. اول حاجه بالنسبه للملوحه، الملوحه هي نسبه الاملاح الذائبه في 1 لتر من الميه. طب الاملاح دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من كلوريد الصوديوم وكبريتات الكالسيوم وسلفات المغنيسيوم واملاح البيكربونات المختلفه، وبكده يبقى انا عرفت لك الملوحه. طيب بتاثر ازاي على التربه وعلى النبات؟ اول حاجه بتاثر على التربه اللي هي بتقلل من قوه التجاذب بين حبيبات التربه، وده اللي بيأثر بالسلب على انتشار المجموع الجذري للنبات. طيب لو الاملاح اتركزت حوالين المجموع الجذري ده كده بيقلل من امتصاص المجموع الجذري ده للعناصر الغذائيه ومن الميه، وبيبدا يحصل معايا احتراق للاطراف الخارجيه للمجموع الجذري او القمم الناميه للمجموع الجذري، وده بيأثر على المجموع الخضري، فبتلاقي احتراق للاوراق والافرع الخارجيه للمجموع الخضري. كده يبقى احنا عرفنا تأثير الملوحه على النبات والتربه. طب النخيل بقى بيتحمل ملوحه لحد قد ايه؟ النخيل يعتبر من اكثر النباتات تحملا للملوحه، وعملوا تجربه لو النخيل بيقدر يتحمل ملوحه لحد 10000 جزء من المليون، بعد كده بيتوقف عن الاثمار نهائيا. طيب تقسيمتها ايه بقى؟ لو انت عندك الملوحه اقل من 3000 جزء من المليون، كده النخيل هيديك انتاج بنسبه 100% وهيديك مواصفات كويسه الثمره اللي هتطلع منه سواء ايا كان نوعه. زادت الملوحه عنده وصلت لحد 5100، كده بيبدا يقل معاك الانتاج بتاعك تدريجيا لحد ما يوصل 80%، يعني بيقل معاك 20% من الانتاج بتاعك، ولسه النخله بتنتج معاك. لو زاد عن 6000 جزء من المليون، لقوا اللي بيحصل تقزم للمجموع الخضري والجريب بتاع النخله ده، وبيبدا يقل معاك عن ال 80% لحد ما يوصل ل 50% عند درجه ملوحه 8400. طيب يعني بعد كده ابدا ما ازرعش نخل؟ لا، ممكن تزرع نخل بس هيبدا يديك جريد متقزم ومصفر، ويبدا يبقى عرضه للاصابات الفطريه والحشريه، مش هيديك مواصفات ثمره كويسه. وبكده يبقى النخيل بيتحمل معاك لحد 6000 جزء من المليون وانت مطمن وبيديك انتاج ومواصفات ثمره كويسه، اما ازيد من 6000 بيبدا يقل معاك الانتاج ويحصل مشاكل في قلب النخله بتاعتك. وانا ان شاء الله الفيديو الجاي هكلمكم واعرفكم واقول لكم ازاي تقدر تسيطر على الملوحه اللي عندك ديت، فاستنوني الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.